السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير إخوتي. على الخفيف هكذا برك باه نشرحوا واحد الأمر هكذا. راح نوريكم هذا، شوفوه. على بالي ما راه مقلب عندكم، فهمتوا؟ على بالي مقلب، لكن دوك نقرا لكم. كاين أسامي من تحت ثاني باه تشوفوهم خاوتي. راح نقرا لكم. السيد اللي دار الارتيكل هذا يقول comme nous l'avons indiqué dans notre dernière contribution، كما كتبنا في السابق على هذا المنشور، يتكلم لك على هذا المنشور. 9 membres de la nébuleuse du MAC، 9 أعضاء من الماك، المنظمة الإرهابية، qui ont été filtrés vers le Maroc par leur gourou، اللي دخلوا للمغرب بتواطؤ مع، هو سماهم لي غورو على كل حال، كما حنا نقولوا مشعوذ ولا طالب، هذوك اللي يديروا السحور ويديروا pour rejoindre la France، باه يروحوا لفرنسا. sont actuellement séquestrés dans un centre de réfugiés de l'UNHCR au royaume علويت، يعني هذا لقاو عليهم القبض في المغرب، وراهم دايرينهم في ملجأ وين حاطينهم مخلينهم ثم، وهذا الملجأ تابع للمملكة المغربية. دونك من ضمن هذا النوف مومبر، يعني 9 أعضاء اللي راهم حاكمينهم بار دي سيرفيس دو رونسينيمون، يعني من المخابرات المغربية دي رويوم ماروكان، للمملكة المغربية. إليوري لي نومي، دوك نعطيكم الأسماء نتاوعهم: أكيل كاتيا، قاسي ديهية، بوجمة أد بالحسن، إدير جوهر، بناتسو حسين، وزرقاق علي حداد. هذو هما الأسماء المذكورين اللي راهم حكموا عليهم في المغرب. درك تساؤل وشني هو لماذا؟ درك نقول لكم لماذا. المغرب كان يمون في فرحات مهني، كانوا يعطولو 250 ألف أورو للشهر باه ينوض الفوضى في الجزائر. حاولوا عدة مرات، مثل حرق الغابات اللي تشفاو في قتل واسمه بن سماعين جمال، اللي كان داريار الاقتلاع تاعو الماك والمخزن. لكن اليوم اللي خلى به المغرب يتراجع ويولي يحكم في العناصر تاع الماك ثم عنده ويدخلهم للحبس، لأنه ما صرا والو في تيزي وزو. المخزن كان يستنى في الماك يدير حاجة في تيزي وزو، في زيارة الرئيس تبون تيزي وزو. كان الهدف تاعهم أنها تنوض فوضى ولا تصرى أي حاجة، وبهذه الطريقة يبقاو يدعموا في الماك. وكان عمر هلال كان يسنى في الأمم المتحدة، غير تصرح حاجة يصرح من ثم الأمم المتحدة بلي أن القبائل ما مش راضيين بهذا الشيء وحوسوا على الاستقلال تاعهم، وهذا هو المبتغى تاعهم. لكن اليوم الناس تيجي يوزوا، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، وكاين رجاله واقفين على البلاد هذه. هذو الجزائريين ما يقدروش يفرطوا في بلادهم، لكن عطاو درس للمخزن واليهود وفرنسا والماك، عطاوهم درس. لذا حكموا هذا الشباب هذو، راهم دخلوهم للحبس، وباي باي الدراهم ماشي فرحات، ما تزيدش تشوف دراهم من عند المخزن.
المخزن مادام ما طعتوش في عملية الأخرى هذه، قال لك خلاص أنا ما نزيدش نمشي معاك وما نزيدش نساعدك، والدليل أنهم حكموا لك جماعتك ودخلوهم في 7 الحبس. هذا الدرس ليك، ومن المفروض من هذه تفهم باللي ما كانش شكون يزيد يعاونك، حتى بالإمارات ما تتكلش عليها، لاخطركش خباثة كيما انت، نفس الشيء، الخبث فيكم أكل. السلام عليكم.